ابو 20 يا اخي، والله ابو 20 حيرتنا معك يا مؤمن، حيرتنا معك انت يا زول مصير يعني انت مصير تجلط ال 45 مليون، مصير تجلط 45 مليون من الشعب السوداني يا زول. يا اخي الله يجزاك ويا زي يومك يا اخي، والله الزول اللي جابك لنا في المنتخب ده وحياة الله، الله لا بارك فيكم انتوا الاثنين، الزول انت واللي اختارك الاثنين مع بعض. يا اخي انت بتتطور بتين، بتتطور بتين، انا داير اعرف بتتطور بتين، انت بتفهم يعني شنو مسؤوليه بتين، بتكون مسؤول بتين. كل مره نقول يا اخي المره الجايه الزول ده يتصلح ان شاء الله وبيكون مسؤول يا زول. يا اخي انت لو مسلط ضد الشعب السوداني كلمنا نكون عارفين يا سيدي ونختار لنا ان شاء الله نجيب زول من الشارع يجيب بدلك، وحياة الله احسن من الاعمال اللي بتعملها فينا دي. يا اخي ما ممكن معك، هلكتنا يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابو 20، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، بركه رمضان ده حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، والله هلكتنا هلك، تعبتنا معاك خالص يا ابو 20، ما ممكن ما ممكن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. هسه بقيت المنتخب كده في المركز الثالث، من كان مصدر بقى هسه في المركز الثالث. السنغال غالبه، بهناك توغو غالبه، الكونغو غالبه، كده نحن المركز الثالث. يعني خلاص حاجه اسمه حلم المونديال ده نشيله من دماغنا ده خالص بسببك انت يا اخي، الله يجزاك ويا زي يومك يا اخي.